السلام عليكم. معاكم الأستاذ مصباح أشرف، مدرس الدراسات الاجتماعية. النهارده معانا مراجعة الوحدة الأولى لسنة أولى إعدادي. أول حاجة، نمو وتوزيع سكان قارة أفريقيا. هنا يا أستاذ، إحنا زي ما إحنا عارفين إحنا عندنا 7 قارات، وإحنا عايشين في دولة مصر. ودولة مصر بتحدي زي ما إحنا عارفين هي في قارة أفريقيا. هنا يا أستاذ سنة أولى إعدادي هنا هندرس قارة أفريقيا، وسنة تانية بإذن الله آسيا وأوروبا. تمام؟ أول حاجة هو النمو السكاني في قارة أفريقيا. هنا يا أستاذ أنا عايز أعرف قارة أفريقيا بتاعتي النمو السكاني فيها إزاي؟ أول حاجة قال لك إن قارة أفريقيا بتاعتنا فيها حوالي 1.5 مليار نسمة. إزاي يا أستاذ؟ يعني أنا القارة بتاعتي ديت فيها 1.5 مليار نسمة، يبقى أنا هنا قارة أفريقيا بتحتل المركز الثاني من حيث عدد السكان في العالم. ده أول قارة إيه؟ هي قارة آسيا. يبقى أنا هنا يا أستاذ أول قارة من حيث عدد السكان هي قارة آسيا. تاني قاره من حيث عدد السكان هي قاره افريقيا، والسكان بتاعها بيمثلوا كام؟ 1.5 مليار نسمه من حيث عدد السكان اللي في العالم كله. طب هنا يا استاذ الواحد ونص دول بيمثلوا قد ايه؟ بيمثلوا خمس سكان العالم. يعني كده خمس سكان العالم كلهم عايشين في قاره واحده اللي هي قاره ايه؟ افريقيا. تمام؟ وقال لك من المتوقع لما نوصل لسنه 2050 هنصل الى كام بقى؟ الى 2.4 مليار نسمه. يعني احنا السكان بتاعنا في 2025 1.5 مليار نسمة. هنوصل ل 2050 هنوصل لكام؟ ل 2.4 مليار نسمة. يبقى انا هنا القارة بتاعتي هنا بتقول لي ايه؟ اللي احنا عدد السكان بتاعنا يتضاعف، يعني بيزيد كل قد ايه؟ 3 عقود. يعني القارة بتاعتي هنا يا استاذ عدد السكان بتاعها بيزيد كل 3 عقود. يعني ايه يا استاذ؟ العقد هو 10 سنين. يعني القاره بتاعتي بتزيد او عدد السكان بتاعها بيتضاعف اكتر واكتر كل 30 سنه. اكتر دول فيهم عدد السكان هي دوله نيجيريا، وتاني واحده دوله اثيوبيا، وتالت دوله هي دوله مصر. يبقى انا يا استاذ اكتر 3 دول عندي من حيث عدد السكان، اول دوله دوله نيجيريا، والثانيه اثيوبيا، والثالثه مصر. هنا بقى ديت عندك ليك انت دي دوله مصر بتحتل المركز ال 13 عالميا من حيث عدد السكان في العالم كله. يبقى اكتر دوله او اكتر دول فيها سكان في القاره الافريقيه في المركز الاول هي دوله نيجيريا، الثانيه اثيوبيا، الثالثه مصر. وهنا مصر بتاعتنا احنا بتحتل المركز ال 13 عالميا من حيث عدد السكان. تاني، يبقى انا عندي الزياده الطبيعيه ديت هو الايه؟ الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. معدل المواليد عندي في القاره الافريقيه هو معدل مرتفع جدا. مرتفع ليه؟ ل3 اسباب. واحد، كثره عدد الانجاب. ليه؟ عشان بيتزوجوا زواج المبكر. وغير كده انا عندي ضعف برامج الاسره بتاعتي. ال3 اسباب دول خلوا معدل المواليد في القاره الافريقيه معدل مرتفع جدا. طب اكتر دوله من حيث معدل المواليد في القاره الافريقيه هي دوله النيجر. يبقى احنا نركز وما نتلخبطش هنا، اكتر دوله من حيث عدد السكان في القاره الافريقيه هي دوله نيجيريا. لكن اكتر دوله من حيث معدل المواليد عندي هي دوله النيجر. يبقى احنا هنا نركز. تمام؟ بعد كده تاني سبب عندي خلى في النمو السكاني بتاعي هو معدل الوفيات. معدل الوفيات بتاعي برضه مرتفع برضه. ليه؟ علشان حاجات. اول حاجه هو تفشي الامراض المستوطنه. يعني القاره الافريقيه بتاعتي فيها امراض كتير جدا، دوت بيخلي معدل الوفيات عندي مرتفع. وتاني حاجه ارتفاع وفيات الامهات والاطفال. يبقى انا هنا يا استاذ السببين دول خلوا معدل الوفيات بتاعي مرتفع. يبقى انا كده ما هي الزياده الطبيعيه؟ هو الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. وقلنا معدل المواليد بتاعنا مرتفع، وعرفنا ليه.
ومعدل الوفيات بتاعه مرتفع ليه؟ عشان تفشي الامراض وارتفاع وفيات الامهات والاطفال. طب اكتر دول بقى فيها بقى معدلات الوفيات: واحد، دوله نيجيريا وتشاد وليسوتو. يبقى انا هنا نركز على النقطه دي. اكتر دوله من حيث عدد السكان في القاره الافريقيه هي دوله نيجيريا. اكتر دوله فيها معدل وفيات برضه في القاره الافريقيه هي نيجيريا برضه. انما النيجر هي من حيث معدل المواليد. احنا نركز على النقط المهمه دي. النيجر من حيث معدل المواليد، لكن نيجيريا من حيث معدل الوفيات. يبقى انا كده معدل الزياده الطبيعيه بتاعي هو معدل مرتفع جدا بالنسبه لايه بقى؟ للمعدل العالمي. يبقى انا هنا عرفت ان القاره الافريقيه بتاعتي على الرغم ان هي فيها مواليد كتير ووفيات كتير، الا ان الزياده الطبيعيه الزياده بتاعتها ايه؟ مرتفعه. مرتفعه بالمعدل الايه؟ العالمي. طب اكتر دوله فيها معدلات زياده طبيعيه كتير هي دوله الصومال ودوله النيجر. يبقى احنا نعرف اهم الدول من حيث معدلات المواليد تاني هي دوله النيجر ديت من حيث المواليد. لكن من حيث الوفيات هي دولة نيجيريا وتشاد ولسوتو. لكن من حيث الزيادة الطبيعية كلها سواء المواليد أو الوفيات هي دولة الصومال ودولة النيجر. تمام؟ وتاني سبب عندي من أسباب النمو السكاني هي الزيادة الغير طبيعية. يبقى أنا كده يا أستاذ، أسباب النمو السكاني بتاعي هما سببين اتنين: الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية. قلنا ان الزيادات الطبيعيه ايه؟ هو الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. اما الزياده الغير طبيعيه هو يقصد بها هنا الهجره، سواء كانت هجره وافده او هجره مغادره او هجره نازحه. الهجره الوافده يعني الهجره اللي بتيجي القاره الافريقيه. اكتر دوله في القاره الافريقيه بتجذب سكان هي دوله جنوب افريقيا. يبقى هنا السؤال اللي بيجي لك بقى هنا: هي ما هي الدولة التي بتستقبل هجرات وافدة؟ يعني هنا في قارة، يعني هنا في دولة في قارة أفريقيا قارة جاذبة للسكان هي دولة جنوب أفريقيا. ده بالهجرة المغادرة، يعني الهجرة السكان بتوع القارة الأفريقية بيهاجروا بيروحوا فين؟ بيروحوا لثلاث أماكن. أول حاجة إلى قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية ودول الخليج العربي. يبقى دول الخليج العربي دي يا أستاذ يبقى احنا هنكتب كده تحتيها أو فوقيها هي بتكون في دولة آسيا. يبقى أنا هنا سكان أفريقيا بيهاجروا لكام قارة؟ لثلاث قارات: أوروبا، أمريكا الشمالية، ودول الخليج العربي اللي هي بتقع تحت قارة إيه؟ آسيا. يبقى تاني، يبقى الزيادة الغير طبيعية اللي هي الهجرة بتاعتي بتتقسم إلى نوعين اتنين: هجرة وافدة يعني هجرة جاية ليا في القارة الأفريقية بتروح لدولة جنوب أفريقيا، وهجرة مغادرة يعني هجرة بتسيبني وتمشي بتروح لثلاث إيه؟ أماكن إلى قارة أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج العربي اللي هي بتكون تحت قارة إيه؟ آسيا. طب الناس دول يا أستاذ، الناس اللي بيهاجروا أو اللي هم من الهجرات المغادرة هم بيروحوا للثلاث دول دول ليه؟ عشان ثلاث اسباب. اول حاجه الناس دول بيهاجروا عشان يبحثوا عن فرص عمل، وبالاخص الشديد كمان هي في دول الخليج العربي. يبقى اكتر حاجه بتروح او اكتر ناس بيسيبوا القاره الافريقيه وبيهاجروا بيروحوا لدول الخليج العربي. اشمعنى دول الخليج العربي؟ عشان هي الدول الوحيده او اللي هي فيها اكتر فرص عمل. تاني حاجه، في ناس بتهاجر مش عشان فرص عمل، في ناس بتهاجر عشان تروح تشوف فرص تعليميه افضل. يبقى الناس دول يبقى انا عندي ايه؟ نوعين بحثين: بحث عن فرص عمل وبحث عن فرص تعليميه افضل. وفي ناس بتهاجر زي ما احنا بنقول كده غصب عنها، عشان في الدول عندها عدم استقرار سياسي او عدم ايه؟ استقرار في الحروب. يبقى انا عندي الهجره المغادره للقاره الافريقيه بتهاجر عشان ثلاث اسباب: اما البحث عن فرص عمل، او بيبحثوا عن فرص تعليميه افضل، او عدم الاستقرار السياسي والحروب. وقلنا نركز هنا: البحث عن فرص العمل. اكتر الناس اللي بتهاجر من القاره الافريقيه بتاعتي بيهاجروا الى دول الخليج العربي اللي هي بتقع تحت بند قاره اسيا. تمام؟ هنا يا استاذ، الناس اللي بتهاجر دي هم بيهاجروا عشان زي ما احنا قلنا: بحث عن فرص عمل، بحث عن فرص تعليميه افضل، او في عدم استقرار سياسي وعدم استقرار حقوقي. وقلنا ان القاره الافريقيه بتاعتنا قاره منتشره بالفقر.
فالناس دول معهمش فلوس اصلا يهاجروا، فبيهاجروا عن طريق طرق غير شرعيه. يعني ايه يا استاذ الناس اللي بيهاجروا هجره غير شرعيه ديت؟ هم ناس بيسافروا لاي دوله تانية، بيتجاوزوا مده الاقامه. يعني انا ايه يا استاذ مده الاقامه ديت؟ يعني انا ممكن اسافر اي دوله تانية في العالم كله، والمده بتاعتي تخلص، بس ما ارجعش بلدي تاني، افضل انا قاعد فيه. يبقى انا بالتالي تحت بند الهجره الغير شرعيه، او اسافر او اخش الدوله بطرق غير قانونيه. يبقى انا هنا يا استاذ، انا الهجره الغير شرعيه بتاعتي ديت، احنا بنسافر ليه؟ عشان قاره افريقيا قاره فقيره او منتشر فيها الفقر. بيسافروا ازاي؟ او ما المقصود بها هي الهجره التي تتجاوز مده الاقامه القانونيه، او بيسافروا بطرق غير قانونيه. طب احنا القاره الافريقيه بتاعتنا هنحد ازاي؟ هنقلل ازاي الهجره الغير شرعيه بتاعتنا؟ عن طريق 5 حاجات. احنا قلنا الناس دول بيهاجروا عشان هم عايزين يبحثوا عن فرص عمل افضل. يبقى اول حاجه انا هعملها ايه؟ هحسن المستوى الاقتصادي وهوفر للناس ديت فرص عمل. يبقى انا كده خلصت من اول مشكله، هم بيسافروا ليه؟ يبقى الناس دول هم بيسافروا ليه؟ عشان يبحثوا عن فرص عمل افضل. انا هنا عشان الناس ديت تفضل قاعده عندي واكسب قوه عامله خاصه بيا، يبقى انا هعمل لهم ايه؟ هوفر لهم فرص عمل. وقلنا ان الناس اللي بيهاجروا بطرق غير شرعيه ديت بيتعرضوا الى مخاطر. يبقى انا هعمل ايه هنا؟ هنفذ حملات توعيه وعواقب على الهجره الغير شرعيه. يبقى الناس اللي بتسافر بتتعرض الى عواقب كتير. انا هعمل انا هنا، انا دوري كقاره افريقيه ايه؟ هبدا اوعي الناس، هوعيهم بايه؟ بعواقب الهجره الغير شرعيه. ده وثالث حاجه، في ناس هي اللي بتسهل الهجره الغير شرعيه. الناس دي احنا هنعمل فيهم ايه يا استاذ؟ احنا هنفرض عليهم عقوبات. مين دول الناس اللي بيشجعوا على هذه الهجره اللي هي الهجره الغير شرعيه؟ وقلنا سبب قبل كده اللي الناس بتهاجر عشان تبدا تبحث عن فرص تعليميه افضل. انا هعمل انا ايه هنا بقى؟ هستثمر في التعليم والتدريب المهني. التدريب المهني بتاعي دوت، طالما انت خلاص انت مش متعلم تعليم كويس خالص، هبدا اعلمك تعليم فني اللي هو تعليم صناعي، عشان يبدا يكون عندي قوه عامله خاصه بيا. يبقى انا هنا عملت حاجتين اتنين. انا هنا عملت له ايه؟ فرص تعليميه افضل، هيكونوا هم ناس متعلمين، يبقى بالتالي يبقى انا هبدا اوفر لهم فرص ايه؟ عمل. خامس حاجه، الناس دول بيهاجروا ليه؟ زي ما قلنا برضو هناك، قلنا الناس دول بيهاجروا عشان في عدم استقرار سياسي او في هناك حروب. يبقى انا ابدا اعالج الازمات الانسانيه والصراعات المسلحه التي تدفع الايه؟ الافراد للهجره. يبقى احنا هنا نركز على الحاجات بتاعتنا دي. اسباب الهجره الخارجيه هم 3 حاجات تاني: بيبحثوا عن فرص عمل، فرص تعليميه افضل، عدم استقرار سياسي، وهو بيكون في هناك حروب. لازم نحفظ ال3 حاجات دول، عشان ال3 حاجات دول هم اللي هيسهلوا لنا ال5 دول. ازاي يا استاذ؟ طالما ما فيش فرص عمل هبدا اوفر لهم فرص عمل. قلنا الناس اللي بيهاجروا هجره غير شرعيه الناس بيتعرضوا الى مخاطر، هبدا انا واعي. الناس اللي بتسهل لهم هناك هبدا افرض عليهم عقوبات. الناس مش لاقيين فرص تعليميه افضل، هبدا انا هنا هستثمر في التعليم والتدريب المهني اللازم لسوق العمل بتاعي. وقلنا هنا الناس بيهاجروا عشان في عدم استقرار سياسي، يبقى انا هنا اعمل ايه؟ اعالج الازمات الانسانيه. تمام. توزيع سكان قاره افريقيا بتاعتي، انا هنا في القاره الافريقيه بتاعتي اكيد السكان مش متمركزين في حته واحده. في ناس قاعده جنب نهر النيل، ناس قاعده في الصحراء. يبقى انا هنا التوزيع بتاعي مش توزيع واحد. اول حاجه، مناطق ذات كثافه سكانيه مرتفعه. الناس دول هنا عايشين بنسبه مرتفعه جدا، اكيد في سبب. هم عايشين بس فين؟ في وادي النيل. ركز، وادي النيل موجود في مصر والسودان. يبقى الناس دول متركزين اللي في وادي النيل اللي موجود في مصر والسودان والسواحل الشماليه الغربيه والجنوبيه الشرقيه. طب يا استاذ هم قاعدين هناك دمت ليه؟ اكيد في سبب. اول حاجه، في هناك مياه عذبه وفي تربه خصبه. طالما ميه عذبه وتربه خصبه، اكلينيكيا اعرف اللي فيه هناك ايه؟ عوامل قيام زراعه. وقلنا طالما في ميه عذبه وتربه خصبه اكلينيكيا تاني، يبقى انا هيقوم عندي الزراعه.
يبقى انا هنا السكان هنا بنسبه مرتفعه ليه؟ علشان في ميه عذبه، عشان في تربه خصبه، ما النتائج على كده هو قيام الزراعه. السكان مرتفعين فين؟ في وادي النيل. وادي النيل دوت فين؟ في مصر والسودان، وفي منطقتين كمان، في السواحل الشماليه الغربيه للقاره والجنوبيه الشرقيه للقاره. ده يا استاذ في سكان هنا عايشين بنسبه متوسطه. عايشين فين يا استاذ؟ في مناطق استخراج المعادن. استخراج المعادن اللي هو ايه يا استاذ؟ اللي هو فحم وبترول وغاز طبيعي، اللي هو استخراج الايه؟ المعادن. وهضبة البحيرات الاستوائية اللي هي المنابع الدائمة لنهر النيل ديت مهمة. هيجي يقول لك المنابع الدائمة لنهر النيل هي فيها توزيع سكان بنسبة مرتفعة ولا متوسطة؟ لا، ده نسبة متوسطة. دلل. هتقول لي حيث يتركز فيها السكان بنسبة متوسطة في منطقة هضبة البحيرات الاستوائية. تمام. وتالت حاجه السكان بيتركزوا بنسبه منخفضه. يبقى انا كده عندي أنا لحد دلوقتي خدت ثلاث مناطق السكان متركزين فيها بنسبه مرتفعه ومتوسطه ومنخفضه، ورابع حاجه هي نسبه نادره. يبقى انا عندي اربع اماكن السكان بيتركزوا فيها: مرتفعه، متوسطه، منخفضه، ونادره. بالنسبه المنخفضه في مناطق الرعي والزراعه. طب هم فين دمت يا استاذ؟ في حشائش السافانا والاستبس. هنا هيجي لك سؤال هنا، هيقول لك بدل السافانا والاستبس هيقول لك حشائش حاره وحشائش معتدله. انت تكون فاهم ان السافانا هنا هي حشائش حاره، وان الاستبس هنا هي حشائش معتدله. يبقى انا هنا في حشائش الحر والمعتدله نسبه السكان فيهم او توزيع السكان فيهم هي بنسبه منخفضه. ده بالنادره يا استاذ. هم في منطقتين في الصحراء، احنا عارفين الصحراء ما فيهاش ميه، يبقى بالتالي السكان فيها بنسبه نادره جدا. يبقى الصحراء السكان فيها ما فيهاش سكان خالص. ليه؟ يبقى بسبب ندره المياه العذبه. طب وتاني منطقه هي منطقه المستنقعات. ليه؟ عشان المنطقه ديت هي بيكون فيها زي برك ميه. البرك الميه ديت هي بتعمل لي ايه؟ صعوبه حركه. يبقى انا عندي توزيع السكان بتاعي متقسم لي فيه اربع مناطق: مرتفعه ومتوسطه ومنخفضه ونادره. قلنا ان المرتفعه في وادي النيل في مصر والسودان. قلنا ان المتوسطه بتاعتي فين؟ في مناطق استخراج المعادن وهضبه البحيرات الاستوائيه اللي هي المنبع الدائم لنهر النيل. قلنا ان المنخفضه في منطقه الرعي والزراعه اللي في منطقتين، اما في الحشائش الحاره اللي هي السافانا، او في حشائش الستبس اللي هي المعتدله. ده بالنادره في منطقتين، اما في الصحراء او في المستنقعات. ده في الصحراء ليه؟ عشان مفيش هناك ميه عذبه. ده بالمستنقعات عشان صعوبه الايه؟ الحركه. هنا نركز بقى. قلنا ان السكان دول هم متركزين جامد بنسبه مرتفعه في مناطق اللي هي فيها مياه عذبه. يبقى طالما في ميه عذبه يبقى هلاقي نسبة السكان مرتفعة زي وادي النيل اللي موجود في مصر والسودان. ده لو ما فيش مية عذبة، هي ندرة المياه العذبة، هلاقي نسبة السكان نسبة نادرة. يبقى كل ما هلاقي مية عذبة هلاقي نسبة مرتفعة. مش هلاقي مية عذبة يبقى أنا كده في نسبة نادرة. وهنا يا أستاذ في حاجة بتواجهنا، هي المشكلة السكانية في قارة أفريقيا. أفريقيا بتاعتي ديت بتعاني من مشكلة سكانية بشكل عام عشان ثلاث أسباب بتوع. أول حاجة قال لي هنا زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي. نركز ونصحصح فيها دي. هنقول مثلا ان احنا عايشين اكيد يعني في مصر. هنقول ان مصر فيها اكتر محافظة القاهرة. محافظة القاهرة ديت هنقول مثلا مثال ان هو عايش فيها 20 مليون شخص. احنا هنا مسستمين محافظة القاهرة على الخدمات بتاعتها، سواء كانت خدمات تعليمية وصحية يخدموا ال 20 مليون شخص. واحنا زي ما احنا عارفين ان السكان بتهاجر على المحافظات اللي فيها فرص عمل افضل، فاكيد السكان بتوع محافظات مصر اكيد هيهاجروا الى محافظه القاهره عشان فيها فرص عمل افضل. يبقى انا كده في محافظه القاهره هي جاذبه للمهاجرين او الهجره الداخليه. يبقى بالتالي بدل ال 20 مليون هيبقى 40 مليون واحد. يبقى ال 40 دول بقى هيعملوا لي ايه يا استاذ؟ هيعملوا ضغط على الخدمات بتاعتي، سواء كانت خدمات صحيه او خدمات تعليميه. يبقى انا كده اول نقطه فسرتها كده حلو. يبقى هي زياده عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي.
الاقتصادي. تمام. تاني حاجه، قلنا ان القاره الافريقيه بتاعتنا فيها زياده طبيعيه بسبب ارتفاع معدلات المواليد. المواليد بتاعتي ديت هو من سن صفر الى سن 14 عام. وقلنا ان قاره افريقيا فيها ارتفاع مواليد كتير، والفئه ديت هي فئه غير منتجه. يبقى ارتفاع نسبه فئات صغار السن، وهي اصلا فئه غير منتجه. فئه غير منتجه، والفئه ديت العيال دول ما بيشتغلوش، يبقى بالتالي هم محتاجين اصلا ايه؟ غذاء، ومحتاجين مياه. يبقى انا هنا يا استاذ اول حاجتين عندي هو زياده عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع فئه صغار السن. وزي ما احنا عارفين فئه صغار السن بتاعتي هي فئه غير منتجه تماما. هنا بقى انا هعمل دوت كله ازاي؟ ان السكان زياده وفئه صغار السن فئه غير منتجه. قال لي هنا ما النتائج المترتبه على زياده عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي زي ما احنا ما قلنا، هيزودوا ضغط على الخدمات بتاعتي، سواء كانت خدمات صحيه، تعليميه، اي خدمات. بعد كده قال لي ايه؟ زياده استهلاك الموارد الطبيعيه. السكان هتزيد، يبقى استهلاكهم على الميه هتزيد، والطاقه هتزيد، وعلى الارض الزراعيه. يبقى الناس دول عددهم هيزيد اكتر على ايه وايه وايه؟ ميه عذبه، الطاقه، والارض الزراعيه. يبقى بالتالي انا لو نصيب الفرد 50 هيبقى نصيبه 25. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيقل نصيب الفرد من الموارد الطبيعيه. يبقى ده هيعمل ايه؟ هيبوظ لي الامن المائي والامن الايه؟ الغذائي. يبقى احنا ناخدها قاعده بقى، كلما ارتفع معدل الزياده الطبيعيه انخفض مستوى الامن الغذائي والمائي. يبقى العلاقه هنا علاقه عكسيه. لو السكان زادت الامن المائي بتاعي والغذائي هينخفض، لو السكان قلت مستوى الامن الغذائي والمائي بتاعي ايه؟ هيزيد. ثالث حاجه بقى ودي اهم حاجه، سوء توزيع السكان في بعض الدول الافريقيه. احنا زي ما احنا خدنا توزيع السكان هم 4 مناطق: مرتفعه، متوسطه، منخفضه، ونادره. يبقى انا كده عندي يا استاذ سوء توزيع. ليه بقى؟ واحد، انا هعمل ايه؟ هبدا احط خطط، هنظم الاسره، وهزود الوعي. انا بحط الخطط ديت ليه؟ عشان ابدا اقلل معدل المواليد. زي ما احنا عارفين القاره الافريقيه بتاعتنا هي قاره تعاني جدا من ارتفاع معدل المواليد. هقللها ازاي؟ هنظم الاسره، وهبدا اوعي كل اسره انها تخلف عدد اطفال اقل. ليه؟ عشان يكون عندهم امن غذائي وامن مائي. اتنين، رفع سن الزواج. احنا قلنا في اول الدرس خالص ان سبب من اسباب ارتفاع الزياده السكانيه هو الزواج المبكر. انا هنا هعمل ايه؟ رفع سن الزواج بتاعي، هنحط قانون يجرم الزواج المبكر. ثلاثة، هبدا اهتم بدعم المراه اجتماعيا. المراه ديت زي ما احنا عارفين هم بيتجوزوا بدري. انا هبدا اهتم بيها ليه؟ هبدا اوفر للمراه فرص تعليميه ورعايه صحيه لها، وهمكنها اقتصاديا. يعني المراه هنا بقى هيكون لها دور في ايه؟ في زراعه، صناعه، راعي، اي حاجه تانية، اي حاجه اقتصاديه. يبقى المراه هنا لو هي بدات انها تدخل دخل هتبدا تتجوز في سن اعلى. يبقى انا كده 3 حاجات عندي: هخفض معدل المواليد، ان انا هنظم الاسره، اوعي الاسره انها تخلف عدد صغير، ارفع سن الزواج ان انا احط قانون يجرم الزواج المبكر بتاعي، وههتم بالمراه من خلال حاجتين: هوفر لها فرص عمل، وهمكنها اقتصاديا. رابع حاجه، هعمل العديد من المشروعات الاقتصاديه. يعني ايه مشروعات اقتصاديه؟ الاقتصاد خدها معاكم قاعده ثابته: زراعه، صناعه، تجاره. هنا هبدا اعمل مشروعات زراعه ومشروعات صناعه. ليه؟ عشان اسد احتياجات السكان، علشان هنرجع تاني ما يكونش هناك في تهديد على الامن المائي والامن الغذائي بتاعي. 5، هبدا اعمل مدن جديده للسكان. احنا قلنا ان السكان متركزين في منطقه واحده، سواء كانت زراعه او استخراج. هنا احنا هنعمل ايه؟ انشاء مدن جديده. ليه؟ بهدف اعاده توزيع السكان، واقلل الضغط على المناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفع. يبقى انا هنا اللي انا سوء توزيع السكان بتاعي هحله عن طريق 5 حاجات. وكده يكون خلصنا الجزء الاول بتاعنا من مراجعه الوحده الاولى لسنه اولى اعدادي، واستنوا الجزء الثاني.